الزمالك نادي الوطنية والكرامة يا كابتن حسين يا لبيب بيتعاقد مع شركة كوكاكولا كراعي جديد. لا والأدهى يا جمهور الزمالك، مجلس الكابتن حسين لبيب في طريقه لتوقيع عقد جديد مع أحد الشركات اللي بتدعم اللي ما يتسموش. اهلا بكم في فيديو جديد وتواصل جديد وتوثيق مهم جدا جدا لوجهة نظري. اللهم اني اشهدك على هذه الرؤية. انا علي خلاف، صحفي وناقد رياضي، مشجع ومنتمي لنادي الزمالك. لا اشجع في هذا العالم سوى نادي الزمالك ولا اعشق الا نادي الزمالك. اعلن تماما رفضي التام والقاطع لموقف مجلس إدارة نادي الزمالك المترهل بالتعاقد مع شركة كوكاكولا ونسيان القضية ونسيان إخواتنا، مع أن هذا المجلس أول تصريح للكابتن حسين لبيب بعد الفوز بانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك وتحديدا مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، قال لك احنا هنوفر وهنطلع قافلة وحافلة عشان مساعدات لاخواتنا. لكن ما حدث هو اننا نسينا القصة ونسينا اخواتنا وذاكرة السمك اشتغلت، وطالعين بقى اعضاء مجلس الادارة واحد والتاني والأستاذ هاني شكري، مع كامل احترامي للجميع لاشخاصهم فوق دماغي ناس محترمة، ولكن لمواقفهم لا أؤيد ولا أدعم إطلاقا. أنا طلعت وانتقدت مجلس إدارة النادي الأهلي من حوالي 4 شهور وقلت إن الأهلي نادي كبير والمفروض إنه يكون رمز للوطنية والكرامة. أنا طالع النهاردة ما بالك بنادي اسمه نادي الوطنية والكرامة يا كابتن حسين، تطلع النهاردة وتتعاقد وحجتهم ومبرراتهم اصل العقد المالي كبير ومغري. لا، اصل الشركه اسمها كوكاكولا مصر ودي بيبسي مصر، ملهاش علاقه بالشركه الام. يا جماعه بلاش نزيف الحقائق، يا جماعه بلاش نضحك على الناس. للاسف هذا هو القرار الأسوأ من وجهة نظري في تاريخ مجالس إدارات نادي الزمالك. ستبقى القضية كما هي. جمهور الزمالك يتبرأ من هذا القرار. جمهور الزمالك هو جمهور الوطنية والكرامة، ونادي الزمالك هو نادي الوطنية والكرامة، حتى وإن عبث مجالس إدارته في هذا الكيان الكبير وفي رمز هذا الكيان الكبير. هنفضل وسنظل نادي الوطنية والكرامة. لا أؤيد ولا أدعم مجلس الإدارة تماما. هذا هو قرار سيء جدا، قرار للأسف مخجل جدا لما تبقى أنت مؤسس الوطنية والكرامة في تاريخ الأندية المصرية ويطلع منك موقف أقل ما يوصف به بأنه مهين لكيان كبير اسمه نادي الزمالك. أقدر دلوقتي أقول في العهد الحالي رحم الله نادي الوطنية والكرامة. كل الدعم لاخواتنا واشقائنا، كل الدعم لجمهور الزمالك اللي بيواجه حملات من التريقة والسخرية. جمهور الزمالك جمهور عظيم وشريف ووطني وعنده كرامة، حتى وإن كان المجلس أخذ قرار لا يعبر عن تاريخ النادي ولا عن سلوجن النادي ولا عن مبادئ النادي. احنا رافضين تماما تماما تماما. عيب واختشوا على دمكم، مش بالفلوس، والله ما بالفلوس. النفوس اهم من الفلوس واخواتنا اهم من اي فلوس. شكرا، السلام عليكم.